وهاري جاب كنترول some كومر هونجري. عندي فراخ، فانا دلوقتي هبتدي اعملها لهم بالطريقه الهنديه. معايا البصل، هنزل معاه بزيت بجنزبيل مفروم او فريش، لو ما عنديش ممكن استخدم بودر، ثوم كده، اقلبهم. ابتدي انزل عليهم كمان بشويه زبده واسيبهم يقلبوا نفسهم شويه. وهنا معايا الفراخ بتاعتي، ابتدي اعمل لها بلاست او اغلفها وادخلها الفرن على درجه حراره 70. طبعا معايا البصل وصل معايا بالشكل دون اتشوح. ابتدي انزل بتوابلي، لان الطبخ الهندي او المدرسه الهنديه هم بيحرقوا التوابل عشان ياخدوا منها نوع من انواع التفخيم اكتر من كده. ابتدي انزل بالكوري بتاعي، انزل بميكس كريت دور، ممكن نبقى نشرحه هو ايه، نجمتين ينسون، نيلي كور او شويه منه. بعد كده هنزل بشويه حبهان مطحون، ما عنديش طبعا مطحون هاخد من الطبيعي العادي، وابتدي احرق التوابل بالمنظر دون، بحيث ان انا اخد الجروند بتاع الصوص او اخد النكهه بتاعت التوابل. طبعا بعد ما نزلت بالتوابل دي ابتدي اخد شيكن ستوك او مرقه دجاج. يبقى انا كده نزلت بمرقه الدجاج بتاعتي. ممكن ادي شويه سراتشا، طبعا انا عندي شويه قشطه ممكن انزل بيهم هنا كده. وهنا الصوص بيعتبر جاهز ان هو يغلي شويه، مش محتاج اضيف عليه شيء تاني، هو كده تمام. وشويه الملح بتوعي، طبعا الفلفل الاسمر انا لسه طحنه فيبقى طعمه عالي شويه، فهحطه في الاخر عشان ما يجزعش. وكده هنسيب الصوص يغلي شويه. احنا كده خلصنا الصوص. عندنا الفراخ جاهزه، بس انا مش هقدمها كده، ممكن هديها شويه كوسه احمرها على درجه حراره عاليه فيبقى فيها توج ستوند او لسه مدغ، فهتبقى جميله جدا. طبعا معايا زوكيني، هاخده بالشكل دون، شيل القلب منه. معايا شويه الزوكيني هاخدهم عريض بالشكل ده. الكوسه من الحاجات اللي اذا استوت كلها بيروح طعمها، فانا عايزها بس 60 او 65% سوا. انزل عليها بالملح، فلفل اسمر، زيت زيتون، قلبتها معايا. ابتدي احرقها على درجه الحراره اللي احنا اتكلمنا عليها. وهنا الفراخ بتاعتي خلصت. ابتدي اخد الكورياندر، وناخد برضو شويه شيبسي. ودون منظر الاكل بتاعنا. فعندنا الفراخ بالشكل ده،